في انتصارات والاحتفال بحرب أكتوبر المجيد. دع سمائي فسمائي محرقة، دع قناتي فقناتي مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا، وأبي ضحى هنا، وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا. بهذه الكلمات الرقيقة الجميلة كان التشجيع وحشد القوى لقواتنا المسلحة الباسلة لعبور قناة السويس وإرجاع سيناء إلى أحضان مصر الكريمة. والمجهود ده ما جاش من فراغ ولكن جاء على يد أبطال مصر العظماء، أبطال حرب أكتوبر المجيد. ومن أبطال حرب أكتوبر كان معنا اللواء صاعقة علمي كامل بطل معركة أبو عطوة. أهلا وسهلا سيادة اللواء، وبنهنيك على الإنجازات وعلى رفع رأسنا دايما في حرب أكتوبر. أنا أولا يعني طبعا شاكر جدا الاستضافة الجميلة الحلوة دي في مناسبة من أروع المناسبات اللي هي مرور 50 سنة على نصر أكتوبر المجيد. فبنقول لكل الشعب المصري والقوات المسلحة كل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة اللي احنا بنعتز بها، يوم العزة ويوم الكرامة. احنا برضو بنضم صوتنا لصوتك وبنقول لشعب مصر وقواتنا المسلحة الباسلة كل عام وانتم بخير وفي عزة ونصر دايما يا رب، دايما مصر منصورة. عايزين بقى كلمنا بقى عن حرب او معركة ابو عطوة تحديدا اللي حضرتك كنت البطل بتاعها. ويعني أنا هتكلم باختصار طبعا يعني شديد جدا لأن الموضوع يحتاج كتاب طبعا. في حاجات كتيرة جدا تم ذكرها في التاريخ العسكري، ولكن أنا هختصر الموضوع على كمين معركة أبو عطوة اللي هي المعركة الفاصلة اللي هي وقفت دبابات شارون في هذه المنطقة، وهي كانت على مسافة 3 كيلو متر من مدينة الإسماعيلية. شارون دخل من بين الجيش الثاني والثالث في معركة الشهيرة اللي هي الدفرسوار، ودخل ب7 دبابات برمائية، وبعدين دخل ب3 لواء مدرع بعد كده ولواء مظلي. تم توزيع اللواء المظلي ال3 كتايب دول على ال3 لواءات. هو دخل على 3 محاور، محور فايد أبو سلطان، ودخل من محور اللي هو الأوسط اللي هو الدفرسوار سرابيوم الضبعية أبو عطوة الإسماعيلية. ده المحور الأوسط اللي هو أخطر محور اللي أنا كنت عليه، وكان داخل منه شارون نفسه، دخل هذه بنفسه يعني. والمحور الثالث اللي هو الجندي المجهول اللي هو نهايته كان جبل مريم، داخل بلواء مدرع وكتيبة مظلي. يبقى إذن المعركة كانت 3 لواء مدرع. كان في اشتباك يا فندم؟ كان في اشتباك طبعا قبل ما يوصل المعركة عندنا والكمين بتاعنا كان كل الأسلحة القوات المسلحة اشتركت في هذه الثغرة. اللواء المظلي بتاع اللي هو كان قائده اسماعيل عزمي اللي هو 3 كتايب اشتغل في هذه المعركة في البداية، واللواء 21 مدرع، والكتيبة 73 صاعقة، والدفاع الجوي والمدفعية، وكل القوات المسلحة بالكامل اشتركت في هذه المعركة. ولكن احنا بنقول ان العبرة دايما بالنهاية. هو تقدم وصل لأن قوته كانت كبيرة جدا. نعرف وصل فعلا، دخل دخل من الثغرة، دخل هنا ما وصل لنتيجة القوة العددية وعدد الدبابات اللي داخل بيهم. يعني أنا عشان جيش. يعني دخل يعني جيش كامل. يعني أنت عارف يعني إيه لواء مدرع؟ لواء مدرع يعني 3 كتايب، كل كتيبة فيها 36 دبابة، اللواء 108 دبابة. يعني هو داخل ب3 لواء مدرع، يعني 300 كام 24 دبابة. كل دبابة فيها 4. فندم احنا بقى عايزين الجيل الجديد والشباب كلمة او رسالة توجهها لهم في ذكرى حرب اكتوبر المجيد. يعني أنا يعني هقول حاجة. معركة أبو عطوة طبعا موجودة، وفي متحف حربي هناك موجود، بيزوروا دلوقتي الجامعات والمعاهد وكل الشعب المصري بيزوروا. أنا عايز من هذا المكان أشكر أولا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حول معركة أبو عطوة أو عزبة أبو عطوة إلى متحف حربي، فأنا بوجه له الشكر. وبقول للرئيس
استمر يا ريس في مهمتك، واحنا في ظهرك والصاعقة والقوات المسلحة والشعب المصري وراك. مصر بتنهض واحنا مش خايفين على مصر، وبنقول ان مصر محمية من الله سبحانه وتعالى، وبها خير اجناد الارض. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بنقول للشباب احنا يعني دافعنا عن الارض والعرض. الدور عليكم دلوقتي في انكم انتوا تعرفوا ان في حروب اقوى من حرب 73 بتطبق على مصر دلوقتي، اللي هي حروب الجيل الرابع والخامس، وهم بينشروا الاشاعات والفتن وعايزين يوقعوا مصر. يا فندم، احنا الرساله بتاعت حضرتك وصلت للشباب، خلي بالكم على مصر وخلي بالكم ما تنقضوش ورا اي اشاعه ولا اي حاجات مغرضه باسقاط مصر. بالظبط كده. شكرا جزيلا سياده اللواء، شكرا جزيلا. في النهايه بنشكرك وبنهنيك على الانتصار العظيم اللي احنا بنفخر بيه الان. وبشكر القناه وبشكر كل من هو واقف مع مصر وبقوه وبيدافع عن مصر. واحنا بنقول لكم ايه، في اعداء في الداخل والخارج، لكن مصر عمرها ما هتقع ابدا، وان شاء الله مصر منتصرة وهي في تقدم وازدهار رغم انف كل الحاقدين اللي هم عايزين ان مصر تقع. مصر مش هتقع ابدا ان شاء الله باذن الله. احنا بنضم صوتنا لسياده اللواء وبنقول لن تركع مصر ولن تخشى أي خائن أو غادر، وإن شاء الله مصر دايما في تقدم مستمر بفضل أبنائها وبفضل الله وبفضل الجيش والشرطة المصرية. وإن شاء الله بإذن الله نستمر من انتصارات لانتصارات دائما، ونحتفل العام القادم بالذكرى 51. قوي جدا ومسلح أحسن تسليح. ما تخافوش على مصر طبعا، خافوا زي ما بيقولوا على اللي بيجي عليها. إن شاء الله مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين. وبنشكركم، ولقاء مع ضيف آخر وبرنامجكم صورة مصرية.